السلام عليكم، مرحبا بكم في قناة وصفات وأفكار امرأة عاملة. اليوم درت معاكم الكسرة ولا الرخساس ولا الفطير، كل واحد كيفاش يسميه. كاين بزاف وصفات. هذه الوصفة اللي راح نحطها لكم اليوم ميلونج بين الفارينة والسميد رطب. بهذه الطريقة تجيكم تقول كاطو ما شاء الله. درت هنايا بسم الله عبر كيلة تاع سميد رطب مع كيلة تاع الفارينة، يعني الفارينة شويه عمرتها اكثر من تاع السميد. درت هنايا نقولوا ملعقه صغيره تاع الخميره الفوريه تاع الخبز، مع ملعقه صغيره تاع السكر، ملعقه صغيره كي نقول ماشي ديك الصغيره تاع القهوه، باش تفهموني لا موين، ماشي تاع الماكله، صغيره تاع قهوه حليب، مع نقولوا نص ملعقه تاع الخميره ليفور شيميك، شويه سفنج اختياري، باردون سفنج حاليا كاش ندير لكم سفنج، الاخر يا ربي اسمه هذاك سانوج، سانوج اختياري هذاك. نخلطوا النواشف ومن بعد نبداو نبسسو في لاباط. هنا درت نص كاس زيت، وانا نحب البنه تاع زيت الزيتون، سما زدت شويه ربع تاع زيت الزيتون، بسستها. ما تطلبش بزاف الزيت هنا، كما قلت لكم ما تطلبش بزاف الزيت. بعد ما بسستها بديت نبل فيها بالماء تياد، تقدروا ديروا نقولوا بحرارة الغرفة، مي بصح انا نحب تياد. هايليك ما نقدرش نعطيكم الماء باسكو كل وحده والسميد ديالها وكل وحده والفرينه تاعها. فوالا نلم العجينه ما نجريهاش او ميم طون تاني ما نخليهاش ناشفه كيما نقولوا عطشانه للماء. هاوليك القوام. هنا دلكتها كما راكم تشوفوا، ماشي بزاف يعني ما دلكتهاش بزاف. فوالا انا هنا شفتها بلي راهي سي بون شبعانه، ما عاودتلهاش باسكو كاين دي فوا مور ما نخليوها تريح نولوا ليها نصيبوها باللي مازالها مطلبه الماء. انا هنا خلاص سي بون وجدت هنا خليتها ريحت، خليتها بالك 5 مينوت 10 مينوت ميم با قسمه، فيضت الحليب القهوه وجدت طابله تاع القهوه، عاودت وليت ليها حطيت طاجين يسخن، وهنا راني نحل فيها كما راكم تشوفوا بالحلال. ما ديروهاش رقيقه وما ديروهاش خشينه باسكو راهي فيها لا ليفور الخميره عندها راح تطلع لنا شويه. هذه ما تعجزولهاش كامل، يعني تكوني حاصله ما عندكش واش تحطي مع القهوه حليب، هذه فيت فيت توجديها وتجي هايله. اي فوالا ما شاء الله جات حميمه. هاي لك كيما راكم تشوفوا، سورتو هي سخونه تقهووا بيها. الله الله جربوها وما تعجزوش عليها، وعلى بالي بلي كي تجربوها تعاودوها وتعاودوها. هاي لك هنا باش نبين لكم كيفاش جات طريه كاطو. جربوها، شاركوا في القناة، وإلى اللقاء.